في يوم من الأيام السوبر هيرو الأم كانت بتولد، والسوبر هيرو الأب كان مخضوض عليها جدا لغاية ما جابت 4 أولاد جمال. بس كانوا كل واحد عنده السوبر باورز بتاعته. كان في الولد عنده سوبر باورز النار، وبنت عندها المية، وبنت بتطير بس كمان بتخلي الشجر يكبر، والرابعة كانت بتاعة التلج. بعد ما كبروا شوية كانوا بيلعبوا مع بعض، بس كان في مشكلة إن السوبر هيرو النار كان دايما بيحرق كل الألعاب، واخواته البنات كانوا دايما بيتضايقوا منه. الام قعدت هي والاب يحاولوا يخلوه يبقى مبسوط، بس ما كانوش عارفين لان هو كان خايف ان هو بيبوظ كل حاجة اخواته البنات. بعدين راح الاب قعد يعمل معاه العاب زي بالسوبر هيرو، زي ان هو يطيره وزي ان هو يحوله لتلجة، وخلاه مبسوط جدا. وكانوا بعد كده بيلعبوا في البحيرة، وبعدين السوبر هيرو التلج راحت عاملة لهم البحيرة تلج، بس السوبر هيرو النار عرف ازاي يهرب منها، وعرف ازاي يخلي المية تسيح تاني. راحت السوبر هيرو بتاعت الشجر قالت له طيب انا كمان هعمل معاكوا تريك، انا هخليكوا تطيروا فوق الشجرة الكبيرة. وقعدوا يضحكوا ويلعبوا مع بعض، بس برضو تاني مع كل اسف الولد راح قعد وهو مبسوط عمل نار، فالنار خلت الغابة تتحرق. راح الأب أنقذهم وبعد بيهم من المكان، بس هو ما كانش عارف يتحكم في الباورز بتاعته، فكان كل شوية يحرق أي حاجة بيقابلها. لما راح الغابة وقعد مستني في الغابة مدة كبيرة، الشجرة كانت أخته، كان بيحبها قوي وقال لها أنا مبسوط معاكي قوي. راحت فجأة وهو بيلعب معاها برضو عمل عليها نار جامدة ومبقاش عارف ينقذها، وهي بقت بتتحرق. راحت جت أختها السوبر هيرو التانية عملت عليها هوا ومية وجمدتها وخلتها إن هي تخف. قعدت تقوله انت ازاي تعمل في اختنا كده، انت لازم تاخد بالك. ومامتهم قالت له انت لازم تاخد بالك يا ابني، لازم تتحكم في القدرات بتاعتك. وبعدين راح حاول يحرقهم من غير ما يقصد عشان هو كان متضايق قوي. قعد بقى خايف وزعلان من نفسه، راح جري وقال انا هبعد عنهم خالص، انا مش هقرب منهم. بابا وقفه بالسوبر باورز بتاعته وقال له استنى انا عايزه اقول لك حاجه. بس الابن ما سمعش من باباه وقرر ان هو يبعد. جت سوبر هيرو نار تانية قالت له انت ازاي متضايق من الباور بتاعتك، ده انت تعرف تعمل بيها حاجات كتيرة، بص انا بعمل ايه بالنار بتاعتي. وراحت قعدت توريله حاجات كتيرة يعملها بالسوبر باور النار بتاعته. هو اتبسط قوي ان في حد زيه عنده نفس القدرات بتاعته، وقال انا دي هتبقى صاحبتي طول الوقت. وقعدوا يعملوا نار ويولعوا في الغابة وهم مبسوطين وشايفين ان هم بيلعبوا لعب زي بعض، بس ما كانوش يعرفوا ان النار اللي ولعوا فيها في الغابة دي حرقت الغابة كلها، لدرجة ان السوبر هيرو بتاعت الغابة قعدت زعلانة اوي ازاي يحرقوا الاشجار بتاعته، وازاي كده هيموتوا الناس كلها والحيوانات. رجعت لمامتها واختها قالت لها تعالي الحقي معايا احنا عايزين نطفي النار دي. راحت سوبر هيرو المية عاملة مية جامدة جدا طفت كل النار اللي موجودة في الغابة، وشكرتها وقالت لها احنا كمان هنرجع الاشجار زي الاول. راحت سوبر هيرو التلج قالت له استنوا هنا، احنا دلوقتي 3 ومش لازم نروح لأخونا. بس يا ترى دي النهاية سعيدة؟ هنشوف في فيديو تاني إذا كان هيعرفوا يرجعوا لبعض. شكرا ليكم، وياريت تتابعوا القناة وتدوسوا إعجاب بالفيديو وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل فيديوهاتنا الجاية.